برشلونة قبل سنة كان يبيع كراسي الكامب نو بس حتى يسجل داني أولمو، وهسه يريد يدفع فوق ال100 مليون حتى يجيب خوليان ألفاريز. سبحان مغير الأحوال. أقسم بالله هاي الأخبار مو إشاعات ولا أنت بحلم. ما أدري برشلونة منين جايب هاي الفلوس. أدري لابورتا اكتشف نفط جوا ملعب الكامب نو والله ما جاي يفتهم. السؤال هو ليش ألفاريز؟ لأن ألفاريز مو مهاجم عادي، هذا المهاجم هو عنكبوت بالملعب. هذا مو من نوعية المهاجمين اللي يبقى لك بداخل منطقة الجزاء وينتظر الكرات، لا. ألفاريز من نوعية اللاعبين اللي يشبهون أسلوب هاري كين وأسلوب بنزيما من كان يلعب ويا ريال مدريد، يرجع يصنع يدافع يسجل كل شيء يسوي حرفيا. ألفاريز لعب 49 مباراة هذا الموسم ويا أتلتيكو مدريد وسجل 20 هدف وصنع 9 أهداف. فبرشلونة يريد يحسمون الصفقة قبل كأس العالم، وأصلا الأخبار طلعت بالبداية إنه برشلونة يريدون يحطون فيران توريس من ضمن الصفقة وينطوهم 70 مليون، بس فيران ما راح يروح لأن هو صديق كلش مقرب البيدري وما يريد يطلع من برشلونة. فبرشلونة قالوا تعال هاك 100 مليون كاش انطونا ألفاريز، ولا ما أتوقع أتلتيكو مدريد راح يقبل ب 100 مليون، راح يقبلونه يعني بمبلغ أعلى. فأنتوا شنو رأيكم بالموضوع؟ تشوفون إنه خوليان ألفاريز صفقة كلش مناسبة لبرشلونة وراح ينجح ويانا لو لا؟ اكتبوا لي بالتعليقات.